فيه وفي قدراته على استعمال السيف. بيفضلوا يتنمروا عليه وعلى اسلوبه القتالي. الواد بيسكت. يا صديقي عادي، ان ترى وتسمع خير من ان ترى فقط. راجل ياض والله. احب انا الناس السالكه دي. المهم في قاع السفينه وعند رجال الاعمال اللي تحت اللي تقريبا مفيش حاجه حرام الا وعملوها، بس فجاه الحراس بيمسكوا واحد منهم وبياخدوه. بس زعيم الحراس كان عنده راي تاني. على فين يا غالي؟ بيخنق فيهم لحد ما بيقتلهم. ساعتها واحد من الحراس بيكلم الساموراي اللي اسمه دايجو بالمناسبه يعني. هو بيقول له ايه يالا انت هتقعد كده بدون ما تساعدنا ولا ايه؟ اقف واثبت نفسك لينا، احنا الملوك الاربعه. بس فجاه اخو الواد اللي كان بيضربه بيطلع المسدس وبيضرب النار على رئيس الحراس. نسا اكيد مش هتعرف تشيل كل ده لوحدها، اشيل معاكي بس النص بالنص يا موزه. انت لسه ما بتلحقش ترد عليه وبيحصل زلزال عنيف في السفينه. المكان كله بيتزلزل ودايجو بيروح علشان يشوف فيه ايه. اما عند الحراميه فبيكونوا بيفجروا حيطه السفينه وبينزلوا على سفينه صغيره عشان يهربوا من المكان. وبنرجع لدايجو اللي بيلاقي هوك قصب. ايوه قصب يا صديقي، انت مش مصدقني ولا ايه؟ بيقول انت عبيط يالا، ما ترد ولا عايز نعمل معاك الخبيزه. بطلنا الرايق مش بيفرق معاه وبيولع سيجارته من نار المحرك وبيدخل له نفسين. التدخين مضر بالصحه وبيسبب السرطان على فكره يا فنان. دايجو اللي اقبل يا غالي، لو عايز تتنازل تعالى على الطابق اللي تحت. دايجو بيجري وراه فبيقوم هوك قاطع حبل سفينه صغير وناطط عليها وبيقدر يهرب فعلا. بس ليه يا عم تعمل كده؟ الجري نص الجدعنه برضه يا صديقي. المهم بيخلص اليوم على كده، وفي اليوم التاني بنشوف المحقق وهو بيسأل الشرطه عن هوك واذا كان موجود ما بين الضحايا ولا لا. فبيبلغوا انه كل الجثث اتحرقت ومش باين لها اي ملامح، فلو عايز تركز قوي دور بان دلوقتي. وعلى الرغم من المعلومات الكبيره اللي جابها بيقول له ان هو مش هيكمل التحقيق في القضيه دي. فبيقوم المحقق منفض له وقافل السكه في وشه. بعدها بنروح لجنازه الرئيس وبيكون حاضر فيها ابنه اللي هيتولى الرئاسه من بعده. هو بيخش دايجو فبيقول له ابنه انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت بعد ما سبته ورحت عشان تقاتل واحد ما نعرفوش. بيقول له لو ما جبتليش راسه في 3 ايام هتزعل مني جامد. وفعلا دايجو بيمشي من المكان. المهم عند الحراميه وهم قاعدين عادي فجاه الازاز بيتكسر وبيخش عليهم بطل هوك بيصدها بسلاحه وبترد على الحراميه. فلما بيلاقي ان هم مش هيعرفوا يواجهوه فبيعتمدوا على الجمله الشهيره الجري نص الجدعنه. بس بطلنا ابو دماغ ناشفه يكونوا ماشيين بعربيه عادي وفجاه بيظهر لهم هوك. بس يشاء القدر ان الشجر بيقع فبيخبط هوك في احد الشجرات وطبعا بيتقلب على الجنب التاني. وبرضه نفس الحوار ده حصل مع الحراميه اللي بتفتكر انه خلاص مات. بس فجاه بيظهر لهم دايجو. الحراميه بيفتكروا انه جاي عشان ينقذهم بس بيقول لهم لا والله انتوا ما كنتوش في بالي اصلا. ساعتها هوك بيقوم وبيقف ولسه واحد من الحراميه هيضربه بالنار. قال له دايجو لا اياك تضرب عليه نار، القتال ده بتاعي. الاتنين بيقربوا من بعض فبيسالوا هوك ايه اللي جابك هنا وعايز ايه بالظبط؟ قتلته. وفجاه بيهجم عليه بس هوك بيعرف يصدها وبيمسك السيف بايده وباليد التانيه بيحاول يكسر له سيفه، لكن فجاه بيديله بالفاس بتاعه بيطيره. بينزل على الشجره اللي وقع فبينزل الحراميه عشان يساعدوه. بس فجاه في عربيه غريبه بتحضر في المكان. ايوه دي عربيه المحقق. وفعلا بينزل من عربيته بيطلع سلاحه وبينشن على هوك وبيقول له سلم على الشهداء اللي معاك. بيطلب منه انه يقول ايه الجريمه اللي عملها. هتقول لي ايه الجريمه اللي عملها يا عم سايكو؟ هقول لك انه داخل الدوله دي بدون تصريح. المهم الراجل كان فاكر انه هيقاوم بس عشان هوك كان حاسس انه عايز ينام بيسلم نفسه وبينزل على ركبته. وفعلا المحقق بيعتقله. وفي اليوم اللي بعده بيكون الحراميه مستغربين من ده ماشي عدمان خريان مدريان. المهم عند المحقق اللي قبض على هوك بنشوفه هو بيكلم الرئيس بتاعه والرئيس بيقول له مش قلت لك ما تتدخلش في المهمه بتاعتنا يا عم هوك؟ ساعتها بيرد عليه وبيقول له المعذره سيدي بس ده واجبي كان لازم نعمله يعني واقبض على المجرمين. المهم ان الرئيس بيفك من كلامه وبيقول له سيبه يمشي. بس هوك مش محتاج اصلا لانه اثناء ما هم كانوا بيتكلموا فوق كان عمال يحاول انه يكسر باب الاوضه يقول له اهدى يالا. بس فجاه الباب بيتكسر وبينزل هو والباب على الحارس وبيقتله. وبعدها خد المفتاح من جيبه كتير ايش نص البحر ويحاول يقتل قرش عملاق وتحت انهار بتنزل عليه عواميد خشب بيحاول يقطعها وسط النار علشان يتدرب على صد ضربات هوك يعني تمرينات تخليك من النوع الجبار. وبعدها ب3 ايام بعد تمرينات مكثفه بيجي ابن زعيم العصابه اللي كان وعده بانه يقتل هوك. المهم بيكون معاه عدد كبير جدا من رجالته وساعتها بيقول له 3 ايام خلص وخلاص ولسه ما قتلتش هوك. بس دايجو ولا شاغل باله باي حاجه. وساعتها بيجي واحد من رجالته بيقول
للزعيم ان هوك هرب من مركز الشرطة. ساعتها ابن الرئيس بيقول له خلاص انت دلوقتي حياتك ملهاش اي قيمة. هو بيأمر الحراس انهم يقتلوه، وفعلا 2 منهم بيقعدوا يضربوا فيه وبيوقعوه، ولكن فجأة دايجو بيفوق لهم وبياخد وضعية غريبة وبيقول لهم ساعتها بس هقرر ان انا اسيبكم تعيشوا. بس فجأة واحد بيتهور وبيهجم عليه، فبيقوم قطع له ايده، وبعدها بتقوم عركة دمار، الضربات احر من النار وفي اقل من 5 دقايق بس كان قاتل كل رجالة ابن الرئيس. ولما ابن الرئيس بيرفع عليه المسدس قام قطع له حتة من شعره وقال له ما تعترضش طريق تاني. ساعتها الواد بيخاف وبيقول له ماشي يا باشا ماشي. وعند الحرامية اللي تم القبض عليهم من المحقق، فجأة المحقق بينزل من العربية عشان يشوف صخرة غريبة، ولما بيقرب بيلاقي هوك ناطط على عربيته عمال يلوش جوه العربية عشان يقتل الحرامية، بس ولا ضربة بتيجي فيهم للأسف. ولكن فجأة المحقق بيضرب عليه نار، بس بطلنا الجبار بيصدها في فاسه، وبعده بيرد عليه ولا أحسنها سلاح ناري، وفعلا بتصيبه في رجله وبتوقعه. ساعتها هوك بيقول له ما تعترضش طريقي عشان ما تكونش سماد. وقتها الحرامية بتستغل العركة دي في انهم يهربوا من العربية، بس هوك بيروح وراهم، واول ما بيبعدوا سكة بسيطة عنه بيكسروا الكلبشات بالمسدس، بس برضه هوك بيجي فبيطلعوا يجروا، لقوا معبد غريب قاموا دخلوا جواه علشان يستخبوا من الحاج هوك. بس ساعتها ده عمال بيبحلق شاكك بس بيفكوا من الحتة دي، والحرامية بياخدوا نفسهم، ولكن فجأة الحيطة بتتدمر على راسهم. بيقول لهم بقى تعملوا انا عليا الحيلة الحمضانة دي؟ الحرامية حرفيا متخرمين، ايش اللي دخل ايده في حديدة واللي دماغه اتفتحت. وساعتها بيجي دايجو ايد واحدة، وقتها بيقول لا يا عم وعلى ايه انا خلاص خسرت، يعني انا في الاخر لسه قايل 200 شعر علشانك، وبعد كل ده يطلع كل الكلام ده في الخيال؟ اما انت عيل خواف بصحيح. على العموم دي كانت حاجة سريعة كده يا صديقي، وانتهى فيلمنا لحد